المحامي ضلال ختاتنا، أهلا وسهلا فيك. حياك الله، اهلا وسهلا فيك، وكل الشكر لهذه الوسيله الاعلاميه اللي نحترمها ونقدرها، والتي كانت مبادره ومن اول المحطات الالكترونيه التي وضعت الضوء على ما تم جرى وتم نشره من الاساءه اللي شاهدناها على الفيديو، فشكرا لك. باختصار ممكن تحكي لنا شو اللي صار يعني هذاك اليوم يوم الخميس الماضي قصر في مركز الثقافة الملكي؟ ابتداء قبل الحديث، يعني أنا أدعو من خلال محطتكم هذا المنبر الحر كل قراء سرايا إلى قراءة الفاتحة على روح شهيد الأمة صدام حسين، الذين يكنون له العداء من أتوا على ظهر الدبابة الأمريكية، ويكنون للشعب الأردني ولكل الشعب العربي ما شاهدناه في الفيديو. ما حصل كان هناك دعوة عامة في المركز الثقافي بعنوان المقابر الجماعية في عهد النظام السابق. دخلنا إلى هذه الفعالية، سمعنا من الإساءات على الرئيس صدام حسين، وأيضا التحريض على الاعتداء على زميلنا المحامي زياد النجداوي بوصفه محامي طاغية صدام حسين. وأيضا كما شاهدنا في الفيديو من الطريقة الوحشية التي تعبر عن هؤلاء العصابة والزمرة التي تحمل في داخلها الحقد لهذا الشعب العربي الأردني وللأمة العربية، وتعبر عن الطريقة التي أتوا بها إلى العراق على ظهر الدبابة الأمريكي. اللي حدث يوم الخميس الفائت يعني حسب ما شاهدنا كنا بالفيديو الصحيح، أنا كثير من الوقائع يعني لاحظت من خلال الفيديو، لأنه قاموا بتخديرنا برش مادة مخدرة علينا. يعني كثير من الوقائع التي حصلت لم أتذكرها إلا من خلال هذا الفيديو، وانهالوا بالضرب والشتم على الشعب الأردني وعلى الأرض الأردنية وعلى زميلنا المحامي زياد النجداوي، وانهالوا بالضرب علينا كما شاهدنا في الفيديو. والفيديو يعني واضح وضوح، وهو صادر عنهم هذا الفيديو، وقاموا بإخفاء باقي الحديث والألفاظ النابعة التي صدرت عنهم وتعبر عنهم. مجموعة من الفعاليات الشعبية في الأردن والحزبية والنقابية دعت إلى سلسلة من الاعتصامات اليوم أمام السفارة العراقية في جبل عمان. كيف تنظر هذه الدعوة، ومين هي أبرز الحركات والفعاليات اللي دعت لهذا الاعتصام؟ هو ما يجري من ردة فعل شعبية ومن المؤسسات الوطنية، هي تكرس قول الرسول العربي الكريم الذي قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. فهذا ليس غريب على الشعب العربي الأردني، هذا يعني أخلاقنا وهذه مروءتنا، وهذه ردة فعل يعني مشكورة، ليس من ضرار الختاتم بصفته الشخصية، بل أيضا مشكورة لأنه اعتداء على مواطن أردني داخل مؤسسات حكومية وداخل على الأرض الأردنية. وأيضا يعني بادرت كثير من المؤسسات الوطنية مثل نقابة المحامين، التي أنا ابن هذه النقابة والتي أعتز فيها ولها مواقف مشرفة، وأعتقد أنها لن تتوقف تجاه ما تم، سواء على محامي أو على أي مواطن عربي أردني بما يخص الحقوق والحريات وتطبيق القانون. نشرت بعض المواقع المحلية الأردنية بأنه على لسان السفير العراقي بأن السفير هو من طلب من عناصر الأمن الاعتداء على الأردنيين أو على من كان في مكان. هل هذا صحيح؟ الصحيح هو في شخص أثناء وجودنا كان على المنصة يلقي كلمة، وعندما تم الهتاف هو قام بالتحريض على ضربنا يعني تجيش الموجودين ضدنا، ويعني إجراء ما تم إجراءه في الفيديو. كان على المنصة موجود هذا الشخص اللي هو السفير. والله يعني لا أذكر هل هو السفير، بس السفير كان موجود، السفير العراقي كان موجود، وأيضا السفير الإيراني كان موجود. عبر سرايا ماذا توجه رسالة للأردنيين ولجميع المتعاطفين معك ومع الأشخاص الذين تم الاعتداء عليهم يوم الخميس الفائت؟ الصحيح هو في مسألتين. المسألة الأولى أنا بقول أنه قد أكون سخرت من الله عز وجل لكشف الضوء عن أبنائنا الأردنيين المعتقلين داخل السجون العراقية.